هلو جايز، بهذا المقطع راح اقيم كل الالعاب اللي لعبتها بحياتي، وراح اقول لكم هل هي تستاهل تلعبها او لا، يعني معتمدة او غير معتمدة. بالنهاية هذا المقطع هو رأيي الشخصي، فسواء انك اتفقت وياي او اختلفت وياي اكتب لنا رأيك بالتعليقات. فخلونا بدون ما اطول مقدمات نبدي بسايلنت هيل اف، او اسميها سايلنت هيل فيلد. يعني الصراحة هاي اللعبة اداها غرة، اداها سيء جدا، وحتى الرسم يعني او الجرافيكس يعني مو ذاك الزود صراحة. يعني الجرافيكس يعني موجود بباقي الالعاب واداها ممتاز، بس بهاي اللعبة زي الخرا، فغير معتمدة بسبب الجرافيكس. وانا جربت اول ساعتين من اللعب ما شدتني القصة بصراحة. طبعا نسيت اذكر انه حتى الجيم بلاي ما يشدك ذاك الشد بصراحة. الجيم بلاي زي اوكي، الجيم بلاي جدا عادي وجدا بسيط، يعني ما يشدك. فلا جيم بلاي، قصة من اول ساعتين صراحة ما شدتني، مع اداء مخصي، اداء تعبان، فغير معتمدة. غير معتمد، ما انصحكم تلعبونها الا اذا انت كنت فانز لسايلنت هيل كلش وتريد تجرب كل الاجزاء. اوكي، اعطيها فرصة وجربها. بس كشخص عادي تبي لعبة رعب نفسي وسايكولوجي، ما انصحك بهاي اللعبة صراحة. ننتقل الى اللعبة الثانية، سايلنت هيل 2. طبعا عندي نفس المشكلة اللي بسايلنت هيل اف، واللي هي الاداء الخرا. الاداء خرا، الجيم بلاي عادي، القصة ممتازة لان صراحة شدتني من اول ساعتين، انصحك تلعبها. فاللعبة تعتبر لعبة معتمدة، وما راح اعيد الكلام النفسي اللي قلته على سايلنت هيل اف، هو نفسه موجود هنا مع قصة افضل. اذا تحب سايلنت هيل او سلسلة سايلنت هيل لازم تجرب سايلنت هيل 2 ريميك، لعبة معتمدة. The Evil Within، ان كان الجزء الاول او الثاني، صراحة لعبة معتمدة. من الان اقول لك صراحة اللعبة قدمت جيم بلاي ممتع، بوسس متنوعين، قصة ممتعة. اذا تحب الرعب النفسي هاي اللعبة راح تعيشك اجواء الرعب النفسي الحقيقية، وصدق تخوف، يعني صدق مرعبة. نظام الشوتينج مرضي، وقصة تلحس المخ. بصراحة لعبة مميزة تختلف عن باقي ألعاب الرعب كلها، فإذا أنت تحب ألعاب الرعب النفسي أنصحك تلعبها وتعطيها فرصة. معتمدة وأنصح بها بشدة. Resident Evil 7 من أفضل ألعاب الرعب. البقاء، هذه العائلة وهي جاي تطاردك. الجرافيكس جميل، أحداث اللعبة حلوة، قصة جميلة، شوتينج من منظور الشخص الأول يراويك صدق رعب البقاء. لقطات صدق بيها، صدق حسيت إنه أنا يعني برعب من هذه العائلة الغريبة. بس ما انصحك إذا أنت من النوع اللي يتقزز بسرعة، لأن هاي اللعبة بيها هواي مشاهد مقززة. واجهت مشكلتين باللعبة. المشكلة الأولى الصوت كان ناصي عن باقي الألعاب، يعني باقي الألعاب يكون الصوت أعلى من صوت اللعبة. ما أعرف شلون، شوف شرح إيش قد غبي. المهم، صوت اللعبة أنصى من باقي الألعاب، رغم انه انا مخلي الصوت على نفس المستوى. اوكي، اتمنى فهمتوا. والمشكلة الثانية اللي واجهتها هي الدروب فريم اثناء التسييف. اللعبة من تسيف تلقائي يصير عندي دروب فريم. اجين هاي المشاكل انا واجهتها، احتمال انت ما تواجهها. رغم هذا انه اللعبة انا اعتبرها معتمدة وبشدة، قدمت رعب البقاء من منظور الشخص الاول بشكل رهيب، ناهيك عن العائلة، يعني تعيشك رعب نفسي 24 ساعة، تحس نفسك بخطر. فاللعبة انصح بيها وبشدة. ليتل نايت مير من اكثر الالعاب الرعب اللي حرفيا صدق استمتعت وانا العبها. لعبة فريدة من نوعها، سواء من توجه فني أو من ألغاز أو من عالم مليء بالغموض. في الجزء الأول تتحكم شخصية 6، طفلة صغيرة تحاول النجاة في عالم ضخم مليء بالمخلوقات الغريبة والمرعبة. أما الجزء الثاني تلعب دور مونو، تستكشف عالم أكبر وأكثر تعقيدا، مليء بالألغاز والتحديات، مع جو مظلم يرفع من حدة التوتر. اللعبة فريدة من نوعها وتجربة استثنائية، فأنصح أي شخص ما جربها يجربها. واللعبة معتمدة سواء كان الجزء الأول أو الثاني. شادو اوف ذا توم رايدر، في هذا الجزء نكمل قصة لارا كرافت البطلة المعروفة، وهي تسافر إلى أدغال أمريكا الجنوبية بحثا عن قطعة أثرية قديمة، لكن أثناء رحلتها تسبب عن طريق الخطأ في إطلاق كارثة مايا الأسطورية، وتبدأ سباقا ضد الزمن لإيقاف نهاية العالم.
اللعبة تركز على الاستكشاف وحل الألغاز والتسلل والقتال. اللعبة تتميز برسوم واقعية جدا وأجواء مظلمة وغامضة. اللي يعيب اللعبة أحس أكثر شي هو التكرار، خاصة تكرار القتال، ما بي أي شي جاي يتطور، مجرد شغلات بسيطة. فسلبيتي بهاي اللعبة هو التكرار، إن كان حتى الأجزاء السابقة مثل توم رايدر اللي نزلت ب 2013 نفس السالفة ونفس التكرار بالقتال. غير هذا انه والله صراحة اللعبة حتى كقصة يعني مشي جميل، ما اقول لك اسطورية بس جميلة. فاللعبة بالنسبة الي مستواها اذا تحب المغامرات وتحب الاستكشاف ومن هالامور بدون تعقيدات يعني بنظام الجيم بلاي واللعب، انصحك بيها صراحة راح تعجبك. بس اذا ما تحب هيك نوع ابتعد عنها. سيكيرو، تلعب بشخصية النينجا محارب قوي يحاول ينقذ سيده بعد ما تم اختطافه من أهالي السماوة، ويسعى للانتقام من الذي سببوا له الهزيمة. السماوة طبعا هزموه فهو يحاول ينتقم. أشوفوا ألعاب السولز بالنسبة إلي أنا مو مشكلتي وصعوبة البوس، وإنما مشكلتي إنه هو ما يرسبني من أموت أسيم البوس، ما يرسبني بصف البوس، لا يرسبني 7000 متر عنه ولازم اقعد اروح امتر الماب لحد ما اوصل له. لا شكرا صراحة ما عجبتني. اذا انت لاعب جديد ما انصحك بالعاب السولز. فلعبة سيكرو غير معتمد. دي ام سي ديفل ماي كراي، لعبة صدرت ب 2013. اللعبة تعتبر اعادة تخيل ريميك لسلسلة ديفل ماي كراي الشهيرة. تلعب شخصية دانتي، شاب نصف انسان ونصف شيطان يقاتل جيوش من الشياطين اللي تسيطر على العالم من وراء الكواليس. اسلوب اللعبة يعتمد على السرعة والكومبوات والتبديل بين الاسلحة بشكل مجنون وسلس. يعني طبعا اللعبة هاكن سلاش مثل ما تعودنا من ديفل ماي كراي. العالم غريب ومليان رموز، والموسيقى والحركة تعطي احساس فوضوي ممتع. باختصار ديفل ماي كراي او دي ام سي تجمع بين الاسلوب الجريء والقتال الممتع وتقدم تجربة مختلفة عن الاجزاء الكلاسيكية. دي ام سي ديفل ماي كراي لعبة استمتعت بيها بالجيم بلاي مالتها الممتع، حتى بالقصة. يعني القصة مو اسطورية بس جميلة. وصراحة اي شخص يحب الهاكن سلاش ويحب سلسلة ديفل ماي كراي انصحك تلعب هذا الجزء، اعطيه فرصة. فاللعبة معتمدة. تريد تلعب ديفل ماي كراي بس بمكان ما تلعب دانتي اللي نكت وزاحف تلعب بعمه؟ لا ما تريد؟ اوكي ابتعد عن هاي اللعبة. اذا تريد موجودة عندك لعبة بايونيتا من هذا النوع. الصراحة الجيم بلاي جدا بيها ممتع بس القصة خرابيط. فاللعبة معتمدة بس ركز على الجيم بلاي اوكي، لا تركز بالقصة. تريد تلعب مراهق تقطع زومبي؟ ما تريد اكيد لان هاي اللعبة خايسة. اسمها منشار المصاصة؟ اوكي غير معتمدة. تريد تلعب العاب ماريو القديمة بس ما عندك نينتندو سويتش؟ لقيت لك الحل. كوتسيون والله هي هيك اسمها، كوتسيون تيلز. اللعبة حرفيا نفس ماريو، سارقين ام ماريو بس على شكل يعني انمي وكيوت. فانصحك ما يعني ما تركز بالقصة تمام، لان القصة بيها الوان اوكي. فركز بالجيم بلاي، سكب الحوارات. اللعبة معتمدة بس مثل ما قلت لك اسحب على ام القصة، سكب الحوارات اوكي. ادري حكيت عن هولو نايت سيلك سونج بس راح احكي عليها مرة ثانية. راح اقول لكم عندي مشكلة لان هي جاية تقلد العاب السولز. يعني العاب السولز شو تسوي؟ تخلي البوس بعيد وتخلي لك مجموعة اعداء يسطرونك بالطريق نفس سالفة سيكرو. فهاي الحركة الغبية خلتني ما استمتع بهاي اللعبة، والصراحة حركة تغث. اتمنى الشركات تتوقف تستخدم هاي الحركة لان مو حلوة مو ممتعة. اعطينا صعوبة اوكي، اعطينا صعوبة بس صعوبة منطقية، مو تعطينا صعوبة تافهة، صعوبة بس مجرد مغثة. اوكي تعلم الشركات، اتمنى تتعلم انه ما تسوي هاي الحركة غبية. عفى عليها الزمن، ابتعدوا عن هاي الحركة الغبية. اوكي اللعبة غير معتمدة يعني طبعا. اندرتيل هي لعبة مستقلة عندي، طورت من شخص واحد طبعا وصدرت سنة 2015. اللعبة قصتها عن طفل يسقط في عالم تحت الأرض مليان بالوحوش ويحاول يطلع منه. الشيء المميز في أندرتيل إنك تقدر تختار كيف تتعامل مع الأعداء،
تقاتلهم أو تسامحهم أو تتكلم وياهم، وكل اختيار يسوي تأثير كبير على القصة ونهايتها. أسلوبها بسيط من حيث الرسومات بس مليانة مشاعر وموسيقى خرافية، الله، وشخصيات ما تنساهم. باختصار أندرتيل لعبة تثبت أن الجمال مو دايما بالجرافيكس بل بالقصة والإحساس. طبعا معتمدة غصبا على حط لايك واشتراك إذا المقطع عجبك. المقطع الجاي راح يكون من اقتراحاتكم أنتم، اكتبوا لي بالتعليقات ألعاب ألعبها وراح أقيمها لكم. أدري المقطع زربة بس شكرا على المشاهدة.